السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه النهارده؟ معانا الفراخ ما شاء الله عندهم حيوية ونشاط وبيلعبوا في المكان وكمان بياكلوا وبيشربوا قدامنا. يبقى ما شاء الله الدورة ماشية معانا كويس. وكمان الأعشاب الطبيعية اللي احنا بنحطها من بيتنا كويسة لمناعتهم. انا النهاردة حطيت معايا بيضة، قسمتها نصين، نص على العلافة دي ونص على العلافة التانية، وقطعتها صغير. وكمان عصرت ليمونة كاملة في قلب السقاية ال4 لتر. ما حطيتش القشر بتاعها علشان ما يسدش فتحة السقاية، والمية لا قدر الله ما تنزلش للفرخة عندي او الكتكوت. طب انا عندي سقاية لتر، احط قد ايه؟ احط نص ليمونة صغيرة. طبعا عندي ليمونة كبير، احط نص الليمونة والنص التاني احطه بالليل. انا بقى عندي نعناع في البيت، احط مع الليمون. كل الحاجات ديت اعشاب طبيعية من البيت، بتزود مناعة الكتكوت وبتزود الكالسيوم عنده، وبتبعد عنه الاحتباس الحراري والسموم اللي في جسمه. طيب السموم اللي بتبقى في العلف اعمل فيها ايه؟ زي ما اتفقنا انا بحط معلقة كركم على كل علافة. العلافة اللي عندي دي كبيرة، بحط فيها معلقة كبيرة، هنا معلقة وهنا معلقة على حسب العلافة اللي عندي. انا بحط مقدار، يا اما معلقة صغيرة على العلافة الصغيرة والمعلقة الكبيرة على العلافة الكبيرة. انا بعيني بشوف انا محتاجة ايه وايه الامكانيات اللي عندي. طب انا عندي الكتاكيت مش كمية، انا بحط لها بردك على حسب الكمية اللي عندي. واحنا مع بعض، واي استفسار انا تحت امركم. والسلام عليكم ورحمة الله.